كتحسي بالبشره ديالك ولات باهته، كتحاولي ترجعي ليها النضاره، جبت لك ماسك طبيعي. تبعي معايا الفيديو حتى الاخير. السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنشارك معكم ماسك اللي كيساعد في التفتيح ديال البشره. اول مكون غادي نحتاجو هو الطي الابيض اللي كينقي لنا المسام وكذلك كيوازن الافرازات الدهنيه. غادي نحتاج كذلك عرق سوس او بودره عرق سوس اللي غنيه بمضادات الاكسده اللي كتساعد في توحيد اللون ديال البشره. كذلك غادي نضيف نفس الكميه ديال النشا، معروف عليه انه كيهدئ البشره وكيساعد باش يعطيها ملمس ناعم وواحد النضاره طبيعيه. غادي نضيف ملعقه من الزبادي الطبيعي اللي كيساعد في الاشراقه ديال البشره، كذلك كيعزز النضاره ديال البشره تدريجيا. غادي نضيف كذلك ماء الورد اللي كيعطي واحد الانتعاش والراحه للبشره ديالنا. فغادي ندمج المكونات ديالي جيدا حتى نحصل على واحد الخليط اللي يكون متماسك ومتجانس. فهاد الوصفه هذه زوينه بزاف، كتساعد في التفتيح ديال البشره وكذلك كتساعد في تعطي واحد النضاره للبشره ديالنا. فكما شفتوا معايا غادي ندمج المكونات ديالي جيدا، من بعد غادي نطبقوا على البشره ديالي اللي غادي تكون نظيفه من طبيعه الحال. غادي نخليه المده ديال 20 دقيقه، من بعد غادي نغسلو. غداوموا على هذا الماسك هذا مرتين الى 3 مرات في الاسبوع، وغادي تشوفوا النتائج اللي غادي تكون مرضيه ان شاء الله. كنتمنى تجربوا هاد الوصفه هذه، وما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد وصفات طبيعيه. تهلاو لي فراسكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.